السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. ما يعرفنيش او لسه متفرج عليا، فانا احمد داوود وبعتبر القناة هنا مساحتي الشخصية اللي بحب اتكلم فيها براحتي. من يومين ثلاثة كنت راجع من الشغل انا وزمايلي، فعدينا في كافيه قعدنا شوية نتكلم يعني نقضي وقت مع بعض، بحيث ان انا كنت تاني يوم على طول اوف ما عنديش شغل. ف وكان اكتر من حد من زمايلي يعني كده، فكنا قاعدين فعلا وقعدنا نتكلم في امور الشغل ونتكلم في امور الدنيا والحياه وكده. فقلت لهم ان انا عندي اوف او اجازه بكره وليومين 3 4 قدام، فمش عارف اعمل ايه فيهم. فواحده من زميلاتي قالت لي يا احمد لا اخرج، قضي اليومين دول او استغل اليومين دول في الخروج، اخرج بجد ما اقعدش في البيت، اخرج مره هنا مره هنا مره هنا. حاول ان انت ما تقضيهمش في البيت وتنجوي بحياتك وتعيشها فعلا. بتقولي ان انا كنت كل يوم اخلص شغل اروح على البيت ما اعملش اي حاجه وانام واصبح تاني يوم عشان اجي الشغل. فبتقولي ان هي من فتره قررت لا، ان هي لقيت ان حياتها بتضيع او وقتها بيضيع وما بتعملش حاجه فيها، فقررت ان هي لا لازم تعيش حياتها. لدرجه ان هي كان صبح في اليوم اللي بعده هي عندها شغل وهي قاعده معانا. فمن هنا حابب اقول فعلا لا، يعني ان احنا بنشتغل علشان نجيب فلوس، علشان نقدر ان احنا نعيش بيها حياتنا، مش مجرد ان احنا عايشين حياتنا علشان ان احنا يعني نقضي مثلا ان احنا نخلص شغل ونروح بيت نرتاح علشان نصبح ننام ونصبح تاني يوم نروح الشغل، وهكذا. يعني سيركل او دايرة ما بنخرجش منها. فلدرجة انتبهت كده، يمكن انا اتكلمت في حلقة قبل كده من قريب عن ان احنا اللي انا ملان قوي من موضوع الشغل. انا بخلص شغل وبرجع انام ومبعملش حاجة وكده، وانام واصحى تاني يوم اروح الشغل وهكذا. كنت انا كده بس الموضوع ده من حلقتين 3 4 كده فاتوا. فهي يمكن نبهتني اكتر الموضوع ان انا لا محتاج فعلا ان انا اكتر من ان انا برضو اشتغل واركز برضو على الشغل، اركز برضو ان انا عايز اطور من نفسي او كده، اركز ان انا اعيش حياتي فعلا. مش كل حياتي تكون شغل او كل حياتي تكون دراسة او كل حياتي تكون مذاكرة. لا، ضروري جدا ان انا في وقت من الاوقات ان انا ارفه عن نفسي، ان انا اخرج، ان انا اشوف الحياة، ان انا اخرج مع زمايلي. انا كنت فعلا حوار زمايلي في الشغل ده كنت لا اللي هو انا بيني وبينكم الشغل هخلص هروح علشان اشوفكم تاني يوم بس. لكن لا، لقيت مع الوقت لا ان انا لازم فعلا اخرج معاهم، لازم ان احنا نقضي وقت، لازم ان انا حتى اصحابي غير الشغل نقضي وقت مع بعض. غير الشغل لازم ان انت يعني فعلا تعيش حياتك، تروح تشوف اماكن جديده، تروح تزور اماكن جديده، تروح ان انت تشوف تجرب حاجات جديده. يمكن من ضمن الحاجات برضو اللي انا عملتها، يمكن نزلت شورت كده صغير في السكيت لما كنت بلعب سكيت. انا رحت كنت خارج عادي انا واخواتي، وفجاه لقيت ناس بتلعب سكيت، فحد يقول لي ما تيجي تجرب. قلت له يا سلام، ده انت جيت في ملعبي، اللي هو انا اصلا اكتر حد بيحب يجرب اي حاجه جديده ويحب يجرب اي حاجه يعني ما جربهاش قبل كده. فانا اصلا في بالي كان موضوع السكيت ده من زمان جدا، ان انا عايز اجربه، وان انا عايز فعلا اعمل حاجه جديده في حياتي ما عملتهاش، او ان انا اجرب اي حاجه جديده فعلا. لا يعني ما فيش حاجه تمر عليا كده غير ان انا اجربها. فلما قال لي مجرد ما قال لي كده انا شبطت في الكلمه، طيب قشطه، اجرت السكيت منه ولعبت شويه فعلا. يعني اخواتي كانوا بيقولوا لي يا احمد يعني مش هتنفع وبلاش، وحاجه هتبقى صعبه وممكن تقع ومش عارف ايه. فقلت لهم لا، انا اوريدي انا حتى لو هقع انا حابب اجرب الحاجه دي. ففعلا لبست السكيت وجربت شويه، وطلع الموضوع لا فعلا لطيف جدا لذيذ جدا. بس هو عايز طبعا براكتس، او انك تجرب اكتر من مره علشان تقدر ان انت يعني تجري على الاقل بيه. انا كنت حاجات بسيطه جدا. اللي انا حابب بس اقوله في الفيديو ان احنا لا محتاجين ان احنا نجرب حاجات جديده، اي حاجه جديده يمكن نحاول ان احنا نجربها، بس نخلي بالنا او ناخد احتياطاتنا. نعيش حياتنا، ما نخليش حياتنا مجرد ان هي شغل بس او مذاكره بس او دراسه بس، او ان احنا ورك يعني. لا، نحاول ان احنا نخرج على نتمشى، نخرج ان احنا نشوف اماكن جديده، نجرب حاجات جديده، نلعب العاب جديده. ما نخليش حياتنا مختصره او ما بين بس الشغل وان احنا نجيب فلوس بس، مش اكتر. فبس ده اللي كنت حابب اقوله في الفيديو، او كنت حابب اتكلم فيه. ومن هنا لحد ما اشوفكم في فيديو جديد وحلقه جديده. سلام.